السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مسألة رقم 15 من ديلي تشالنج ليت كود. يلا بينا. المسألة النهارده اسمها find the winner of the circular game. طبعا الوهلة الأولى أي حد بيشوف كلمة جيم بيقول لك جيم ثيري، وأنا مش مذاكر جيم ثيري ومش هعرف أحلها، وبيسيب المسألة وبيفتكر إن هي ماث، وهي المسألة بتكون ريلي سيمبل جدا. طيب المسألة باختصار بيقول لك إن أنت عندك إن فريندز وهم بيلعبوا لعبة، والاشخاص دول قاعدين في سيركل مترقمه من واحد لان، وكلوك وايز معناها اللي هو ايه، بتمشي مع عقارب الساعه. تمام. طيب وبعدين بيقول لك مور فورمالي ان الاشخاص دول عمالين اللي هم الان فريندز بيتحرك، يعني بيتحركوا كاونتر كلوك وايز من الفريند رقم اي للفريند رقم اي بلس 1. خلاص تقول لي ماشي. طب هو عاوز ايه؟ هو عاوزك بتتحرك بمقدار كي ستيب. بمعنى انت قاعد عند الشخص الاولاني اللي هو في البوزيشن رقم واحد، وايه مطلوب منك تتحرك كي ستيب. خلاص انكلودنج الشخص ده. وهتعمل ايه وانت عمال بتكاونت؟ احنا في شخص بنعمل له اليمينيت من الاري بتاعتي، اللي هو مين؟ الشخص رقم كي ماينس 1 بيحصل له اليمينيتنج من الاري بتاعتي. وبعدين بعد ما بنمسح الشخص رقم كي ماينس 1 من الاري بتاعتي، كل اللي عليا اني بعيد نفس اللوب كمان مره. يعني انت عندك 5 ستيب بتكررهم. انت بتبدا من شخص رقم واحد، عد كي شخص، يعني اتحرك كي شخص كاونتر كلوك وايز عشان هي سيركولر. وبعدين بيقول لك ان اخر واحد انت كنت قاعد عنده في الكي ستيب ده بيتمسح. خلاص. طب وبعدين بعدين بروح اكرر الستيب رقم 2 تاني، بتحرك كي ستيب. تمام. وافضل اريبيت لحد ما ايه، يتفضل لي بس ايه، شخص واحد بس. خلاص. بيقول لك لو انت فاضل لك شخص واحد بس، فانت بترترن الشخص ده. تقول لي طب ممكن تقول لي سامبل؟ اقول لك يلا بينا نشوف السامبل. هنا بيقول لك ان انت معاك 5 اشخاص والكي بتاعتك باتنين. طب ال5 اشخاص واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه هم سيركولر بالمنظر ده. تقول لي ماشي. طيب هو قال لك اتحرك كام خطوه؟ خطوتين. فانا قاعد عند الشخص رقم واحد وبقول له لو سمحت انا عاوز اتحرك خطوتين. فواحد هيروح لاثنين واثنين هيروح لثلاثه. مين الشخص اللي هو اخر واحد كنت معدي عليه؟ اتنين، صح؟ ده بيحصل له عمليه اليمينيشن والشخص ده بيتمسح. يعني انت ممكن تقول كده ايه، الشخص ده ايه، اتحذف من السيركل بتاعتك. فبقى عندي مين دلوقتي؟ بقى عندي واحد وثلاثة واربعة وخمسة. وانا واقف فين؟ انا كنت واقف هنا. طب وبعدين ثلاثة هيتحرك لاربعة، وبعد كده اربعة نروح لخمسة. فدلوقتي اللي هيحصل معاك ان الشخص رقم اربعة ده اوريدي ما بقاش موجود. ودلوقتي انت واقف عند الشخص مين؟ واقف عند الشخص رقم خمسة. تمام. فهنعيد نفس السايكل كمان مره. هتحرك خمسه هيروح لواحد، واحد هيروح لمين؟ واحد هيروح لثلاثه. فمين الشخص اللي اتمسح؟ الشخص رقم واحد. دلوقتي بقى معاك الري جديده ما فيهاش غير الخمسه والثلاثه، وانت واقف عند مين؟ انت واقف عند الايه؟ عند الثلاثه. لو واخد بالك هو بيحط لك ايه ليه البدايه بتاعتك، اللي هو عمال ايه، بيشفت الارقام ويرقمهم تاني من الاول. فده الشخص البدايه بتاعتك. واحد هيروح لخمسه وخمسه يرجع تاني ايه، لثلاثه. فدلوقتي انت هتبقى واقف عند مين؟ واقف عند الشخص رقم ثلاثة. هو الايه، هو الوينر بالنسبه لك، بما ان الاري بالنسبه لك ما فيهاش غير اليمنت واحد بس. تقول لي ماشي يا كوتش، طيب مساله زي دي بقى نحلها ازاي؟ اقول لك بسيطه جدا. تعالى برضو نشوف السامبل التاني. السامبل التاني بيقول لك معاك ان بستة والكي بتاعتك بخمسه، فانت كل مره عمال بتتحرك خمسه ستيب. فهتلاقي نفسك ال الاشخاص اللي بيعملوا ليفنج بالترتيب كده: خمسه، بعد كده اربعه، بعد كده سته، بعد كده اتنين، بعد كده تلاته. فهيتفضل لك الوينر اللي هو ايه، الشخص رقم واحد. ممكن تجيب برضو ورقه وقلم وتحاول ايه، ترسم السامبل ده نفس ما احنا كنا راسمين هنا، بس دايره فيها 6 اشخاص عشان ايه، تعرف فكره المساله. طيب تقول لي ماشي، دلوقتي احنا ممكن نحل المساله دي ازاي بقى؟ اقول لك مين ليها اكتر من حل. انت ممكن تعمل عمليه سيميوليشن للمساله بالظبط. يعني ايه اعمل عمليه سيميوليشن يا كوتش؟ يعني اعمل نفس اللي هو بيقول لك عليه بالترتيب، ما تجودش من جيبك. يعني ايه ما تجودش؟ بص كده الكونسترينز بتاعت المساله. والله ده قال لك كي وان 500. 500 يعني اعرف اعمل سيميوليت لده؟ اه ينفع تعمل سيميوليت لده، والحل بسيط جدا ونيف وما فيهوش اي مشكله. طب هنعمل ايه يعني؟ كل اللي عليك ان انت ممكن تعمل فيكتور وتحط فيه الارقام بالترتيب. تقول لي ممكن نكتبهم مع بعض؟ اقول لك يلا بينا. بص احنا هنعمل فيكتور انتجر في مثلا ايه، البيبلز بتاعتنا. اوكي. طيب وبعدين او خليه بيبل، وهنقوله انت السايز بتاعك ان. وبعدين تعالى نملى البيبل ده بالفاليوز من واحد لحد ايه، ان. ممكن تملاه فور لوب عادي، وممكن تستخدم فانكشن اسمها ايوتا وتدي له البيبل دوت بيجن وتدي له البيبل دوت اند
وتقول له احنا هنبدا عد من واحد، هو اوتوماتيك هيفضل يزيد 1 2 3 4. طب وبعدين بقى يا كوتش ايه اللي هيحصل؟ بعدين احنا عاوزين نعمل نفس السيميوليشن ده اللي هو ايه، طالما الفيكتور اللي اسمه بيبول ده فيه اكتر من شخص، فهقول له وايل ان بيبول دوت سايز، بيبول دوت سايز ده اكبر من واحد. هنعمل ايه بقى في الحاله دي يا كوتش؟ اعمل نفس اللي الراجل ده بيعمله، هات الاليمنت اللي المفروض يتمسح. طب احنا هنبدا من عند مين؟ احنا هنبدا من اول ايه، اول شخص. هقول له انتجر الاندكس بتاعك هو ايه، اول شخص. طب احنا عاوزين نعرف مين الشخص اللي هيتمسح، الاندكس اللي هيتمسح. هو الاندكس اللي هيتمسح كان مين يا كوتش؟ والله هو كان الشخص رقم كي ماينس 1. انت بتلف كي وبترجع بس خطوه، الشخص ده هو اللي هيتمسح. لو انت مثلا واقف في اندكس 0 خلاص، والمفروض بتجامب خطوتين، فزيرو بيروح لواحد، واحد بيروح لاتنين، فاللي هيحصل له اليمينيتنج هو الاندكس رقم واحد. خلاص خلاص كده. تقول لي ماشي، يعني ممكن نعمل فاريبل هنا مثلا نعرف بس الشخص اللي هيحصل له ديليتنج بيساوي الاندكس اللي انت واقف عنده، الاندكس نفسه اللي انا واقف عنده، وهزود عليه كي ماينس 1 شخص. تقول لي ماشي، طب هل الحركه دي دايما تطلع فاليد؟ اقول لك بص، بما انك كل شويه عمال بتقلل السايز، فانت لو في مره مثلا لقيت نفسك عاوز تمسح الشخص رقم 5 او اندكس 5، وانت اصلا كل اللي عندك هم 3 اشخاص، بما ان هي كاونتر كلوك وايز، فانت محتاج ايه، تعيد السايكل كمان مره. تقول لي يعني اعمل ايه؟ يعني انت هتبقى محتاج ان انت تحجم السايز بتاعك بتاع الاندكس ده اللي هو ايه. طيب يعني انا ما فهمتش دلوقتي. ولنفرض ان الكي بتاعتك مثلا هو قال لك انت بتجمب بسايز عدد البيبلز. مثلا هو انت مثلا عندك 5 اشخاص، وكل مره انت بتجمب 5. طب اللفه الاولى فيها 5 وهجمب 5، طب اللفه الثانيه فيها 4، المفروض عدد الاشخاص بيقل، فهل ينفع تجمب 5 وانت عدد الاشخاص 4؟ اقول لك لما تيجي تجمب 5 وعدد الاشخاص 4، فانت محتاج تعيد اللوب من الاول. عشان تعيد حته اللوب دي من الاول محتاج تاخد مود. تقول لي يعني انا كده اخد مود السايز بتاعي. اقول لك ايوه بالظبط، الله ينور عليك. فانا هقول له لو سمحت وانت شغال خد مود ايه للسايز بتاع البيبلز بتاعك. طب وبعدين اعمل ديليت عادي جدا. يعني هتقول له ايه، هتقول له بيبل هو نفس الفيكتور بتاعك دوت ايريز، وتقول له لو سمحت انا عاوزك تمسح لي الاندكس رقم، هتقول له البيجن وامسح لي الاندكس اللي انا قلت لك عليه اللي هو ديليت ده. تمام. تقول لي ماشي. وبعدين فاحنا لما هنيجي نبدا الاندكس ده اتمسح صح، فبيحصل عمليه شيفتنج. يعني انت مثلا لو معاك شويه ارقام هنا 1 2 3 4 والاثنين ده هو اللي اتمسح، يعني انت مسحت الاثنين خلاص، فالارقام الجديده بتبقى معاك ايه، 1 3 4 صح. فانت مسحت الاندكس رقم 1، فالبدايه بتاعتك المفروض ان انت لو اتحركت من 1 سبت 2 ورحت ل3 خلاص، فالاندكسات بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ ده اندكس 0 1 2 3 خلاص. فانت اتحركت من اندكس 0 رحت الاندكس كام؟ رحت الاندكس 2 صح. طب مين الاندكس اللي انت مسحته؟ اندكس 1. واخد بالك كده؟ يبقى اندكس 1 ده كده ايه، اتمسح بالنسبه لك. طب الراجل اللي انت هتبدا من عنده بعد كده كام؟ كان في اندكس 2. المفروض ان انت تقول له روح للاندكس الستارت بتاعك، الستارت ده خلاص ده نسميه ستارتر مثلا. فالستارت بالنسبه لك يبقى اندكس 2. اقول لك لا، ما هو لما بتمسح بيحصل عمليه شيفتنج خلاص، فيحصل كده اهو. فتقول لي يعني الستارت هيبقى المكان اللي انا بديليت فيه. اقول لك الستارت بتاعك هيبقى المكان اللي انت عملت عنده الديليت، لان الاري الجديده بتمسح اندكس ويبقى معاك 0 1 2 بس، ويبقى معاك الشخص رقم 3 هنا. تقول لي يعني انت برضو عايزين ابديت الستارت بيبقى اللي هو الشخص اللي حصل له عمليه ايه، ديليت. تقول لي ماشي. طب وبعدين هريترن مين؟ هتريترن الاندكس اللي موجود اللي هو مين؟ هو غالبا هيبقى في اندكس واحد بس اللي هو بيبل دوت اندكس 0، ده اللي هيحصل له ريتيرن. بيبل اندكس 0 هو ده اللي هيحصل له ريتيرن. او ممكن تقول له بيبل دوت باك، هو نفس الفاليو. تقول لي تمام يا كوتش، يعني احنا بس عملنا عمليه سيميوليشن بس كده؟ اقول لك بس كده. تقول لي طب الكومبلكس بتاعت الكود ده قد ايه؟ اقول لك ملي. تعال نشوف. احنا عاملين لوب هنا، واللوب دي بتلف على سايز البيبل، وسايز البيبل ده فيها ان، فوالله احنا هنا بنلف اوردر ان. طب وبعدين احنا هنا بنعمل ايه؟ والله احنا هنا بنجيب الاندكس وبنديليت. الديليت دي او الاريز دي نفسها في حد ذاتها بتلف اوردر ان برضو، اللي هو سايز الفيكتور بتاعك، لان انت لو عملت ديليت لاول اليمنت فبيعمل شيفتنج لكل الارقام، فدي برضو الاوردر بتاعها ان. فمينلي الكود بتاعنا ده اوردر ان سكوير كتايب. طيب وكميموري او كسبيس، والله احنا عملنا الفيكتور ده والفيكتور ده فيه ان اليمنت، فاحنا كده مشينا التايم بتاعنا كان اوردر ان سكوير. والميموري بتاعتنا، الميموري في الحاله بتاعتنا دي تعتبر او السبيس بتاعتنا تعتبر اوردر اوف ان، بيج او ان. اوكي. تقول لي طيب هل في حل اوبتمايز يا كوتش عن كده؟ تعال الاول نعمل راننج للحل بتاعنا ده.
هنلاقي ان احنا بس عندنا ايشو في كلمة people، ضفنا بس او. تعالى نعمل run. هتلاقي ان الحل ده تمام، عدى السامبل الاول والتاني. ممكن نعمل برضو سبميت ونشوف البرفورمانس بتاع الكود بتاعنا. هتلاقي ان البرفورمانس 53 وحلينا المسألة وهي done. طيب تقول لي كوتش هل ممكن نعمل عملية اوبتمايزيشن للحل بتاعنا؟ اقول لك طب ازاي بقى يا كوتش ممكن نعمل عملية اوبتمايزيشن للحل الجميل ده؟ اقول لك بص، ممكن نفكر بعيد عن عملية السيميوليشن دي، نعمل عملية ابسط من كده بشوية. تقول لي ايه هي؟ اقول لك بص، تعالى كده نركز كده في الكود بتاعنا ونشوف الراجل ده بيعمل ايه. بص كده، لو احنا قلنا ان احنا هنبص لها لعمليه ان هي بس ارقام محطوطه في اري، ادي اندكس 0، ادي اندكس 1، ادي اندكس 2، ادي اندكس 3، ادي اندكس 4. تقول لي ماشي، والفاليوز بتاعتنا اللي هو البيبوز نفسهم 1 2 تمام 3 4 5. تقول لي كلام جميل، كلام زي الفل. طب وبعدين بص كده، هو البروسيس اللي بتحصل كانت ايه في اصلا في المساله؟ تقول لي والله هو الراجل كان بيشفت، كان بيعمل عمليه شيفتنج للاشخاص يرميهم في الاخر ويمسح اللي هو كي ماينس 1 ده، يمسحه خالص، صح كده؟ تقول لي صح. يعني انت عايز تقول ان احنا ممكن نسيميوليت البروسيس اللي بتحصل دي بنفس الحاجه، وبس ممكن نغير مع عمليه الحذف؟ اقول لك يعني احنا ممكن برضه نسيميوليتها بطريقه تانية. اقول لك ممكن نسيميوليتها بطريقه تانية، اللي هو ايه؟ ممكن مينلي تستخدم كيو، خلاص. والكيو ده كل اللي هتعمله ان انت ايه، هتقول له بص انت هتلوب كي ماينس 1 لفه، هتلوب كي ماينس 1 لفه، وبعد ما تلوب كي ماينس 1 لفه هتاخد الاشخاص دول تمسحهم من اول الكيو بيجيب لك الفيرست او التوب الموجود دلوقتي، وتعمل بوش في الاخر. يعني هيحصل ايه؟ يعني الواحد ده اللي هو في اندكس 0 هيحصل له بوشنج في الاخر. يعني هتقول لي ان الواحد ده هيجي هنا، اقول لك ماشي. وبعدين بعد ما تلف كي ماينس 1 لفه، الكي بتاعتك ب 2، ف 2 ماينس 1 بواحد، هتبقى انت واقف هنا صح؟ الشخص ده هتروح مسحه اصلا، يعني الواحد ده هتروح مسحه اساسا، اللي هو الفاليو بتاعته 2 ده هيتمسح، وهتبدا الاري الجديده بتاعتك من هنا. تقول لي يعني احنا هيبقى معانا اري جديده كده فيها 3 4 تمام 5 خلاص، والواحد ده اللي حصل له شيفتنج بقى هنا. طب ممكن نرقمهم نديهم انديسيز، ادي 0 وادي 1 وادي 2 وادي 3. تقول لي ماشي. طب وبعدين يا كوتش هنعمل ايه؟ اقول لك نفس البروسيس بالظبط. تقول لي عايز تعمل ايه برضو؟ اقول لك امشي كي ماينس 1 لفه، امشي كي ماينس 1 لفه، وهات اول اليمنت اللي هو الزيرو ده، هاته في الاخر، خلاص هاته هنا في الاخر، وبعدين امسح الواحد ده، وامسح اللي هي الفاليو بتاعت الاربعه، واعمل الايه الفاليو الجديده اللي هو هيبقى معاك مين؟ والله هنا كده هيبقى معايا 5 1 و3، وممكن ايه الانديسيز بتاعتك هتبقى 0 وده 1 وده 2. تقول لي ماشي. تعالى كده نكرر نفس السيميوليشن تاني. خلينا نمسح بس الجزئيه دي اهو. طيب قول لي طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ نفس البروسيس برضه. امشي كي ماينس 1 لفه، خد الخمسه دي خليها في الاخر، وامسح الواحد ده، اعمل له بوب من الكيو، ما تعملوش بوشنج تاني. هيتفضل لك ايه؟ والله هنا كده بالمنظر ده هيتفضل لي 3، وهيبقى معايا هنا 5، وهيبقى الانديسيز بتاعتي 0 1. وبعدين امشي كي ماينس 1 لفه، وبعدين هتلاقي نفسك بتاخد الثلاثه دي تبشها في الاخر، والخمسه دي بتمسحها، فيبقى معاك ايه؟ 3 في اندكس 0 تمام. فدلوقتي 3 دي اللي هي في اندكس 0 خلاص، هي دي الانسر بتاعتك، هو ده الوينر صح؟ هتلاقي هنا وهنا برضو الوينر بالنسبه له كان مين؟ كانت 3 خلاص. فتقول لي ماشي. طيب الحل ده ياخد قد ايه تايم وقد ايه ميموري؟ والله مينلي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنمشي لوب كي ماينس 1 لفه، وكل شويه عمالين ناخد الارقام من الكيو. يعني احنا هنعمل كيو في الاول في الارقام نفس المنظر ده خلاص اوكي، وبعدين هنفضل نلف لحد ما نخلص على الاشخاص كلهم ماشي. بس بدل ما احنا هنا الاوردر بتاعنا كان اوردر الاريز، ممكن نلف بس كي ماينس 1 لفه، ناخد التوب او 1 ونعمله بوشنج في الاخر، وعند ما نخلص اللوب بتاعت ان انا بلف كي ماينس 1 لفه، هلاقي نفسي ان الاليمنت رقم كي اللي هو الموجود اللي عليه الدور دلوقتي ده هروح مسحه. مجرد ما انا امسحه يبقى انا ايه؟ كده في اليمنت اتمسح، او كده في شخص حصل له اليمينيشن. نعيد نفس اللوب كمان مره. هتلاقي ان مينلي البرفورمانس ما اختلفش كتير. هتلاقي ان انت مثلا هنا عندك اوردر ان، بس بدل ما هنا كان اوردر ان هتبقى اوردر الكي. طيب والسبيس بتاعتنا ثابته برضو اوردر ان.
تقول لي برضو طيب احنا ينفع نقلل الموضوع بتاع التايم ده، بدل ما هو ان في كي نقلله شويه، وبدل ما احنا عمالين نخزن الارقام ونعمل سيميوليشن نقللها؟ اقول لك اه ينفع. تقول لي ازاي برضو؟ اقول لك ركز معايا كده. هتلاقي ان السيميوليشن هو في العمليه اللي احنا عملناها دي، مين اللي كسب؟ والله الشخص رقم 3. طب هقول لك تعالى نبدا كده من الاول خالص. مش احنا كان معانا 0 و1 و1 بيروح ل2 و2 3 و3 4 وال4 5؟ اقول لك بص، يعني انت عايز تقول ان الانديسيز دي هي الاشخاص نفسهم بس لو زودنا عليها واحد، صح؟ صح. واللي بيحصل كل مره ان احنا بنتحرك كي ستيب، صح؟ اقول لك ماشي. طب انت عايز تقول لي ايه يا كوتش؟ اقول لك تعالى كده نجيبها من الاخر. هو 0 ده اللي هو اللي كسبان، صح؟ هتقول لي اه 0 ده هو اللي كسبان. طب 0 ده جه منين؟ والله 0 ده المفروض ان هو المكان بتاعه كان اصله الاندكس 2. طب ممكن نرجع كده بالعكس، نرجع عكسيا كده ونشوف ازاي ممكن نتحرك من التلاتة دي اللي هو اندكس 0 ده، نرجع تاني. تقول لي انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه، بس تعالى هنعمل اللي انت عاوزه. اقول لك 0 ده لو جيت سالتك سؤال، التلاتة دي اللي انت جايبها من اندكس 0 دي، تعرف تقول لي هي في الاري اللي قبلها كان مكانها اندكس كام؟ اقول لك سهله، شوف انت كنت بتتحرك كام ستيب. انا والله بتحرك كي ستيب. طب والكي دي بكام يا كوتش؟ والله الكي دي يا كوتش عامله 2 النهارده، يعني الكي اللي هو ادالك في المساله ميلي 2. تقول لي يعني انت عايز تقول لي ان التلاته دي كانت في اندكس 2 في الاري اللي فاتت؟ اقول لك اه. طب ماشي، زود 2 على الزيرو اللي معاك، فانا كان معايا زيرو، زود عليه 2، خلاص بقت الاجابه 2. تعال نشوف الاري اللي قبلها. والله الاري اللي قبلها كان فيها 3 و5، صح؟ اه والله كان فيها 3 و5. طب فين الاندكس 2 في 3 و5؟ تقول انت بتضحك عليا اصلا، إيه؟ مفيش حاجه اسمها اندكس 2 في اري فيها 3 و5 بس. اقول لك حبيب قلبي بص، لما يبقى معاك اري فيها 2 اليمنت بس وانت عاوز اندكس بتزود عليه كي ستيب، زي ما احنا عملنا هنا، احنا كنا عمالين ناخد ايه؟ ناخد مود. فخد مود للكي. فتقول لي ماشي، الكي مود الاثنين هم السايز بتاعهم 2. طيب 2 موديل 2، والله الاجابه 0. ده هنا الاري بتاعتي في اندكس 0، صح؟ اقول لك صح، هو ده فعليا اللي حاصل. فبص كده، الاري بدل ما هي كانت هنا في اندكس 0 في الاري الاولى، برضه هي 0 في الاري اللي السايز بتاعها 2. تقول لي طب ما تعالى نطلع كمان خطوه. اقول لك ماشي، هو انت عايز تجيب الثلاثه دي في الاري اللي قبلك؟ اقول لك اه. طب انا عشان اجيب الثلاثه دي في الاري اللي قبلي اعمل ايه يا كوتش؟ زود 2. طيب لو زودت 2 فده معناه ان هي في اندكس 2 في الاري اللي قبلي، وخد مود كام؟ خد مود 3. مش هتفرق كتير، هتلاقي نفسك 0 1 2 اهي قاعده فين؟ قاعده في الاندكس 2. تقول لي طب ما نعمل نفس الحركه، يلا بينا. 0 1 2، زود 2 على الاندكس اللي معاك، هتروح الاندكس كام؟ هتروح ل4. هي البتاعه دي فيها كام اليمنت؟ والله هي مينلي فيها 0 1 2 3. فانت دلوقتي عايز 4 وانت معاك 4، خد مود 4. هتلاقي نفسك ايه؟ بتلاقي ان التلاتة بتاعتك وصلت للاندكس 0 تاني، صح؟ صح. طيب عايز تعرف التلاتة دي اللي جايه من اندكس 0 دي كانت اصلها فين؟ في الاري اللي قبلها. زود عليها كمان 2، ف0 زائد 2 والله 2. طيب هناخد مود 5 هنا، دول 5 اليمنت. طيب 2 مود 5 ب2، هتبص كده تلاقي ان انت عندك 0 1 2، ادي الاري، ادي الاندكس 2 في كام؟ في 3. تقول لي ماشي، بس انا برضو ما فهمتش انت عاوز تقول لي ايه برضو. اقول لك اللي انا عايز اقوله لك حبيب قلبي، ان المساله حلها ريكيرسيفلي بسيط جدا، اللي هو ايه؟ احنا خد بالك جبناها من البيس كيس من تحت خالص لحد ما طلعنا فوق، صح؟ صح. تقول لي مش احنا قلنا من الاول ان احنا لو معانا شخص واحد بس في الاري يبقى احنا هنريترن 0؟ تقول لي ماشي يا كوتش، متفقين ان احنا ايه؟ لو معانا واحد اللي هو شخص واحد بس واقف فاضل، فالاندكس بتاعه 0 ودي الاجابه بتاعتي، صح؟ وقلنا ان احنا هنزود بس واحد على الايه؟ على الانسر اللي جايه، يعني ايا يكن الانسر اللي جايه لنا من فين. مش احنا اتفقنا من الاول معاك اندسيز 0 1 2 3 4، دول الاندسيز الفاليو اللي فيها 1 2 3 4 5. لو انا قلت لك 0 فانت بتزود واحد، تقول لي ماشي. طب وبعدين؟ اقول لك بس كل اللي عايزين نعمله ان احنا نلف كي ستيب ونرجع نرجع 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 لحد ما نجيب الانسر الفعليه. تقول لي طب ودي هنعملها ازاي؟ اقول لك زي ما احنا عملنا دلوقتي. احنا عملنا ايه؟ والله انا عايز اقول له ان انت عندك، بس لو انت فاضل عندك شخص واحد بس، بقى عندك ان شخص موجودين، كل اللي عليك ان انت هترترن 0. دي كده بالنسبه لك تعتبر بيس كيس. تقول لي ماشي انا فهمتها، لو انت فضلت تنقص 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 لحد ما وصلت لشخص واحد فالبيس كيس بالنسبه لك 0. تقول لي ماشي يا كوتش، طب وبعدين؟ تعالى نروح لايه؟ لاري كانت اكبر شويه، تمام؟ ونعمل نفس البروسيس. احنا هنزود، ولو لقينا السايز بتاعنا واحنا بنزود الكي عدى الرينج المطلوب،
كل اللي علينا ان احنا نعمل ايه يا كوتش؟ ناخد مود. ناخد مود مين؟ ناخد مود ان اللي هو مين؟ عدد الاشخاص. ممكن تعمل لها سيميوليشن بفيكتور بس هيبقى العمليه مش اوبتمايزد، او ممكن نتخيل كده ان 0 1 2 3 4 هم الاشخاص، بس في الاخر هنزود واحد، وهي دي السيميوليشن اللي احنا عايزين نعمله. تقول لي طب ممكن يعني نحاول نكتب الكود كده بالراحه عشان نروق ونفهم؟ اقول لك يلا بينا تعالى نكتب الكود كده بالراحه بدل ما احنا عمالين مشخبطين كده. اقول لك طيب ماشي، احنا عاوزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقول لك بص تعالى نكتبها فوق كده عشان انت ما تتوهش مني. اول حاجه احنا ايه؟ هنعمل فانكشن ونسميها مثلا سولف، اوكي؟ وهي مين اللي بتاخد ايه؟ بتاخد نفس البارامتر ان وبتاخد انتجر كي. تقول لي ماشي، بعدين مش احنا قلنا هنفضل ننقص 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 لحد ما نوصل لو الان بتاعتك بواحد هتريترن زيرو اللي هو الاندكس بالنسبه لك او الانسر بالنسبه لنا؟ هتقول لي ماشي، يعني انا هقول له اف ان الان دي وصلت واحد لو سمحت ريتيرن زيرو، ودي البيس كيس بتاعتك، صح كده؟ تقول لي صح ماشي. طب وبعدين انا عايز اقول له لو سمحت انت في كل مره بتعمل ايه؟ عدد الاشخاص كانوا بيقلوا، صح؟ يعني انت في الاول خلاص هتقول له ان انت معاك 5 اشخاص، وبعدين يبداوا يبقوا 4، بعدين يبقوا 3، بعدين يبقوا 2، بعدين يبقوا 1، يفضل ينزل 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 لحد ما يجيب الزيرو، وبعد كده يطلع تاني. ده كده فكره الايه؟ اي فانكشن ريكيرجن احنا بنحاول نكتبها. تقول لي طيب يعني انت عايز تقول له ايه؟ انا عايز اقول له بص انت هتريتيرن سولف بتاعت ان ماينس 1، انت هتروح تحل بروبلم اصغر شويه، بدل ما انت مش عارف تحل بروبلم فيها 5 اشخاص، الخمس اشخاص يروح يرمي البروبلم لايه؟ لشخص فيه 4 اشخاص بس، بعدين ده يروح يرمي البروبلم لشخص فيه 3 اشخاص بس، بعدين ده يروح يرمي البروبلم لشخص لمشكله اصغر فيها ايه؟ شخصين، بعد كده ده يرمي البروبلم لمشكله اكبر فيها ايه؟ شخص واحد بس، اللي هو ايه؟ زيرو بتاعنا ده. طيب هو مين اللي ايه اللي بيحصل بقى في كل لفه يا كوتش؟ ممكن تقول لي كده سريعا تحديدا كده ايه اللي بيحصل في كل لفه؟ والله يا كوتش واضح كده ان اللي بيحصل في كل لفه ان انت بيبقى معاك ان ماينس 1 والكي دي عدد الستبس بتاعتك. طب واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنتحرك كي ستيب، صح؟ مش احنا كل مره بنقول ان احنا بنزود كي ستيب؟ يعني انا ببقى قاعد في حالي في حال نفسي وعاوز اتحرك كي ستيب، صح؟ تقول لي يعني انت عايزني ازود هنا كي؟ اقول لك اه، بس خد بالك من حاجه. تقول لي ايه هي؟ اقول لك مش كل مره لما بنتحرك كي ستيب محتاجين نتشيك ان احنا ما عديناش سايز الاري. تقول لي اه يعني انا لازم اتشيك ان انا ما عدتش سايز الاري بتاعتي. اقول لك صح، برافو عليك. يعني انت دلوقتي يا كوتش عايزني اخد مود، صح؟ اقول لك صح. فانت دلوقتي هتقول له ان كل الكلام ده لو سمحت عاوزين ايه؟ ناخد له مود. مود مين؟ مود الان بتاعتي. ليه مود الان يا كوتش؟ عشان مود الان في الحاله دي بتقول له لو سمحت انت بعد ما تحل المساله خلاص وترجع بزيرو، بعد ما تحل المساله وترجع تفضل ترجع بزيرو، وكل مره كنت بتزود ان، لو في مره لقيت نفسك عايز تروح لمكان ازيد من الحجم بتاعك، يعني انت مثلا بتزود كيب 5 وهم اصلا ملي 3 اشخاص، طب ما تاخد موديل 3 اشخاص اللي معاك، يبقى انت هتجيب زيرو، يا هتجيب واحد، يا هتجيب اتنين، ما لهاش حل تاني. تقول لي اه يعني انا افضل اتماينس كل مره خطوه 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 لحد ما ايه؟ اوصل للفاليو اللي انا عايزها واخد مود، تمام؟ ودي كده ايه الانسر اللي انا عاوزها لحد ما اوصل لواحد، عشان انا اعرف اجابه واحد. يعني انا اعرف بروبلم البسيطه خالص اعرف حلها، والراجل ده يفضل ايه؟ يريكيرس على نفسه ويحل مشكله ابسط فابسط فابسط، وكل مشكله ترد على اللي قبلها. تقول لي تمام. طب وبعدين جاست هتقول له لو سمحت نادي السولف بتاعتك، تمام؟ وتدي له الان والكي بتوعك، والانسر اللي تطلع المفروض تزود عليها واحد. ليه نزود عليها واحد؟ زي ما اتفقنا ان احنا معانا 0 1 2 3 4 والفاليوز اللي جواها 1 2 3 4 5. خلاص كده؟ تقول لي ماشي. طيب هل ممكن برضو نسمبليفاي؟ اقول لك اه ممكن نسمبليفاي. ازاي ممكن نسمبليفاي؟ ممكن تعمل نفس الحته دي باللوب. تقول لي ازاي برضو ممكن نعملها باللوب يا كوتش؟ برضو يعني مش حاسس ان انا مستوعب. هقول لك بص، نفس اللي احنا بنحاول نعمله. ممكن تقول له ان احنا معانا مثلا ايه؟ معانا انتجر انسر خلاص، والانسر بتاعتنا بزيرو، تمام؟ تقول لي ماشي، ادي الانسر بزيرو، وبعدين نفس البروسيس بالظبط، اعمل لوب بتلف ان لفه انتجر اي ايكوال واحد، والاي اصغر من او بتساوي الان، والاي بلس بلس. طب وبعدين نفس البروسيس بالظبط اللي هو ايه؟ قول له لو سمحت الانسر بتساوي الانسر زائد مين؟ زائد كي لفه. طيب ماشي، انا خدت كي لفه، وبعدين بناخد مود مين هنا؟ الان. طيب تقول لي هنا ناخد ان؟ اقول لك لا، هنا الان بتتغير. بص هنا الان بتتماينس. يعني انت عايز تقول لي ايه يا كوتش؟ يعني انا عايز اقول لك ان احنا ممكن ناخد مود الاي، اه اللي هم عدد الاشخاص، يعني ممكن نسمي دي بيبول، صح؟ اقول لك اه. بص كده خلينا نسمي دي بيبول، تمام؟ خلينا نسمي دي بيبول، خلينا نسمي دي بيبول عشان بس انت ما تتوهش مني. وبعد ما نزود على الانسر اللي هي بزيرو اصلا، اللي هي هترجع لك من هنا كبيس كيس خلاص، بعد ما نزود عليها الكي ستيب لو سمحت خد لها مود البيبول.
تقول لي ويفضل يمشي بنفس السيكونس دي لحد ما يخلص، اقول لك ولما نيجي هنا نريتيرن مين؟ نريتيرن الانسر، بس الانسر طبعا هتبقى ايه؟ زائد واحد. تقول لي طيب ممكن كده الران، تعالى ايه، دي كده كده مش بنستعملها دلوقتي، تعالى كده نعمل عمليه راننج للكود بتاعنا. هنلاقي ان الكود ده ران وقال لك تمام، وتعالى نعمل سبميت. هتلاقي ان الكود رن وجاب اكسبتد وبيت 65% من الحلول ورن في 3 مللي سكند. طيب الحل ده التايم بتاعه قد ايه يا كوتش والميموري بتاعته قد ايه؟ هتلاقي ان احنا بس بنعمل لوب واحده اوردر ان، شوف لوب واحده اوردر ان بعد ما كنا ان سكوير كتايم، والميموري بتاعتنا كونست او O1 بعد ما كنا اوردر ان ميموري او ميم سبيس. فاتمنى تكون استفدت من حل المساله، ولو عندك حل تاني احلى وابسط يا ريت تشيره معانا في الكومنتس، وما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وشير. شكرا، واشوفكم في مساله جديده. شكرا والسلام عليكم.